السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في قناة مونطونجي. نتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. وصلنا في الحلقة 34 اللي غنتكلموا على جوج ديال الفئات من الناس. الفئة الأولى اللي دفعوا الطلب ديالهم ديال متضامن في المحاكاة الإدارية وتعطل عليهم في طور المراجعة. كاين اللي تعطل عليهم شهر، كاين اللي تعطل عليهم 20 يوم، باقي ما جاتهم لا الرسالة ديال SMS في الهاتف ديالهم، ما جاتهم حتى حاجة، ما عارفينش واش تقبلوا أو لا مازال. أما الفئة الثانية اللي هما الناس اللي هما دفعوا الطلب ديالهم في المحاكاة الإدارية في خلال أسبوعين ترفض لهم الطلب ديالهم. علاش ترفض لي الطلب ديالي؟ لماذا؟ فاذا كان عندك هذه المشكلات تحاول تتبع معايا الفيديو الى اخره، ثم ما تنساش دير لنا اعجاب واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما جديد، وكذلك ما تنساش دير لنا متابعه عبر صفحتنا الفيسبوك مونطونجي فيها كل الفيديوهات حول السلسله. دابا غتتبع معايا الفيديو حتى الاخر. قبل ما ندوزو نحلوا هاد المشاكل ديال جوج الفئات نحاول نشوفوا الحاجه اللي هي مهمه، الا وهي معنى التسجيل في نظام التغطيه الصحيه الاجباريه او متضامن. هذا الموضوع انا ديجا تكلمت فيه في احد الفيديوهات اللي هو ما بعد التسجيل في نظام التغطيه الصحيه الاجباريه او متضامن. اشنو خاصني ندير في ديك اللحظه هذه؟ كما قلنا في الفيديوهات السابقه اللي شرحت فيها جوج ديال الطرق كيفيه التسجيل في متضامن، خصوصا الناس اللي هما باغي يتسجلوا في متضامن. الطريقه الاولى اللي شرحت فيها حول موقع بوابه الموقع اللي كتشوف معايا في الشاشه هذه، والطريقه الثانيه اللي شرحت فيها حول ملء السماره يدويا. فقط غير كتجيب واحد الورقه ديال السماره اللي كتشوف معايا في الشاشه وكتعمروا يدويا. طريقه بحال اللي كتعمرها في الموقع، بحال اللي كتعمرها ورقه غير بستيلو وكديوها المحاكاه الاداريه. فهنا الجديد اللي بغيت نقول لكم، اذا مشينا في الموقع ديال متضامن لاحظوا معايا غنوري لكم واحد الجديد اللي كاين تماك، ثم كنهبطوا شويه لتحت غنوريكم شنو كاين جديد. سابقا كنا كنحاولوا نعمروا السماره في هذا الموقع هذا وكنحاولوا نتريشارجيوها ثم كنعملوا لامبريمو كنديوها المحاكاه الاداريه. دابا لا، شنو عملنا جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هي ايداع الطلب استفاده عبر بوابه الكترونيه باللون الاخضر، هذه كنحاولوا نعمروها وتما كنعمروا المعلومات ديالنا كامله. ديك الساعه كنقدموها مباشره في طور المراجعه بدون حاجه الى الذهاب الى محاكاه اداريه. كما وضحوا لنا هما في هذه الخانه هذه كما كتشوف معايا كيف اقدم طلب الاستفاده. يمكن تقديم طلب الاستفاده مباشره على بوابه دون حاجه الى تنقل او ملء السماره على بوابه طبعها او ايداعها في محاكاه اداريه او القياده تابع لها مقر السكن. يعني بامكانك دابا تدفع الاستمارات مباشره في الموقع هذا، لا ما تستاهلش تمشي للمحاكاه الاداريه وكتحمل وصل ايداع كيبقى عندك. اما الطريقه الثانيه اللي هي ايداع الطلب الاستفاده بالمحاكاه الاداريه او القياده باللون الازرق، ملي كنضغطوا عليها كتعطينا نعمروا المعلومات ديالنا كامله بما فيها المعلومات ديالي في الخانه الاولى، معلومات حول صاحب الطلب، ثم بما فيها المعلومات حول الزوجه في الخانه الثانيه، وكذلك في الخانة الثالثة كنحاول نعمر المعلومات ديال الأبناء ديالي كما شرحنا في الفيديوهات السابقة. ومن بعد ديك الساعة كنضغطوا على تسجيل الطلب في آخر مطاف، ثم بعد إذن كنحملوا السمارة اللي عمرنا في الموقع هذا وكنمشيو للمحاكاة الإدارية. فهذا بالنسبة اللي بغى يدير المحاكاة الإدارية. فكما قلنا كاين جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى اللي هي إيداع الطلب الاستفادة عبر بوابات إلكترونية في الموقع هذا في هذه الخانة الخضراء بدون حاجه الى التنقل الى محاكاه اداريه، فقط كتعمر غير هنايا. اما الطريقه الثانيه كما قلنا ايداع الطلب الاستفاده بالمحاكاه الاداريه او القياده، كتعمر عاوتاني في المكان هذا كما قلنا كتعمر المعلومات ديالك والزوجه ديالك والابناء ديالك، ومن بعد كتحمل السماره وكتعمل لامبريمو كدير محاكاه اداريه. فهنا بغيت نوضح واحد النقطه اللي هي مهمه، خصوصا الفئه الاولى ديال الناس اللي ما دفعوا الطلب ديالهم وتعطل عليهم في طور المراجعه. فملي كتسجلوا في هذا الموقع هذا كنقوموا بتحميل الوصل، يعني الوصل سواء كنت غتسجل في الخانه الخضراء كتحمل الوصل ديالك اللي هو بان الوصل ديال الايداع الخاص بك بانك تسجلتي في متضامن. هذاك الوصل شنو فيه رقم ديال الايداع الخاص بك، او مثلا تسجلت في الخانه الثانيه اللي هي ايداع الطلب الاستفاده بالمحاكاه الاداريه او القياده، يعني عمرت الاستماره ديالي في الموقع هذا وديتها المحاكاه الاداريه. ملي كندير محاكاه اداريه او عمرتيها بستيلو، يعني كتجيب الورقه اللي كتعمل الدرهم اللي كتشوف معايا في الشاشه كتعمر ستيلو، سواء عمرتيها بستيلو او سواء عمرتيها في الموقع هذا كما كان. المهم حنا ما كندير ديك الاستماره المحاكاه الاداريه. شنو هي الاجراءات اللي كنقوموا بها؟ كندير الاستماره اللي حنا تيجينا في متضامن اللي فيه المعلومات ديالي ومعلومات الزوجه والمعلومات ديال الابناء ديالي، ندير معاك بطاقه الوطنيه، كتدخل المحاكاه الاداريه ثم بعد اذن يتم تاكيد المعلومات الخاصه بك. يعني ديك الساعه كيذبحوا الطلب ديالك في طور المراجعه وكيعطيوك واحد الحاجه اللي هي مهمه الا وهي الوصل. هذاك الوصل بانه هو تم تسجيلك في متضامن، يعني انت مسجل ماشي تقبلتي، ماشي انسان غلط، يعني انت تسجلتي. هذاك الوصل خصك تحتفظ به ضروري، مهم بزاف. هذاك الوصل شنو فيه هذا الرقم ديال الايداع اللي هو مهم بزاف. هذا الرقم الايداع هو اللي غادي يبين لك واش طلب لكم في طور المراجعه او لا. اللي غنشرحها بعد قليل، مفهوم؟ باش نفهموا هذه النقطه هذه. اذا دابا نبداو بالفئه الاولى
اللي هما دفعوا الطلب ديالهم. دابا انا مشيت للمحققه الاداريه وعطيت لهم الاستماره او دفعت لهم عبر مباشره في ايداع الطلب الاستفاده عبر البوابه الالكترونيه باللون الاخضر. المهم كما كان دفعت الطلب ديالي تعطل بزاف. سابقا كانوا الناس كيتسجلوا في هذا الموقع هذا الطلب ديالهم كيتقبل، يعني في ظرف 4 ايام ولا 5 ايام كتجيك الرساله SMS بالهاتف ديالك لانك تم قبولك في نظام التغطيه الصحيه الاجباريه امزدمل. هذه الرساله كتشوفها في الشاشه. اذا جاتك الرساله يعني انت مقبول في نظام التغطيه الصحيه الاجباريه، بامكانك تحمل الشهاده ديال امزدمل للاشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. يعني ملي كتجيك هذه الرساله هذه يعني انت مقبول في امزدمل. ممتاز. فهنايا سابقا كما قلنا الناس كتسجلوا في امزدمل جاتهم الرساله في اقل مده، يعني ماشي شهر. دابا لا، دابا ملي كتسجل امون تضامن وكتدفع ديالك في طور المراجعه كيتعطل. دابا ندوزو في الفئه الاولى اللي هما كيقولوا بان الملف ديالهم تعطل في المراجعه. كاين الناس اللي هما تعطل المراجعه حوالي شهر، ماشي بحال سابقا. علاش؟ لان دابا كلشي كيتسجل امون تضامن، خصوصا الناس اللي هما كانوا في الرامل وتحولوا الى امون تضامن تلقائيا هو الدوله حولتهم. هنا هادو عطاهم واحد مده استفاده من التغطيه الصحيه الاجباريه، ماشي مده مدى الحياه، واحد مده معينه، يعني شهرين 3 شهور او 4 شهور على حسب شنو عاطيهم تماك. هنا عطاوهم باش يجددوا التغطيه الصحيه الاجباريه امزدم. كيفاش؟ خصهم ضروري تسجلوا في السجل السكان والسجل الاجتماعي موحد وعاد تسجلوا بامزدم باش يتقبلوا المره الثانيه في الاستفاده من التغطيه الصحيه الاجباريه امزدم. فهادو كاين بزاف دابا حاليا دابا كتسجلوا بامزدم، وبزاف دابا حاليا مواقع على الضغط، وكذلك حتى الصينيات عليها الضغط لان الناس دابا كلشي كيتسجل بامزدم. علاش دابا كيتعطلوا لك هذا الشهر كامل؟ كاين الناس اللي متعطل عليهم الشهر، كاين اللي تعطل عليهم الشهر و10 ايام، كل واحد شحال تعطل عليه. لهذا ما تقلقش في المساله هذه. مثلا جاز الشهر ونص ومازال ما ردوا عليك، شنو خصني نعمل في هذه اللحظه هذه؟ واش نهود لاسينيسيت؟ واش نمشي عند شي واحد في السيبر يوريني شي طريقه؟ الطريقه سهله. انا قلت الطريقه اللي هي سهله كاين 3. الطريقه الاولى اللي هي عبر بوابات المواقع اللي كتشوف معايا في الشاشه هذه، كنحاول نطلع شويه من فوق، ثم كنمشيو 3 اشرطه في المكان هذا، بعدين كنضغطوا على خدمات، ثم كنمشيو نضغطوا على تتبع الطلب باش نشوف الطلب ديالي واش تقبل او لا مازال. هنا كنضغط على الخيار هذا، ثم كدير معايا هاد النافذه هذه. شنو عامل لك؟ تتبع الطلب. ممتاز. عندنا شنو غتدخل في الخانه الاولى؟ المعرف الرقمي المدني والاجتماعي. مزيان، كندخلوا معرف الرقم المدني والاجتماعي الخاص بي، بعدين كنمشيو لديك الوصل الايداع اللي عطاونا في المحاكاه الاداريه اللي شرحنا في الفيديو هذا. غندفع لهم الاستماره ديال السجل امون تضامن اللي انت سجلتي امون تضامن، كيعطيوك واحد الوصل بانك تسجلتي صافي ملي ليك في طور المراجعه. كتمشي ديك الوصل كتجيب الرقم ديال الايداع اللي كتشوف معاه في الشاشه، كتلقى تماك كتشوف هذاك الرقم ديال الايداع كتعلمو في البلاصه هذه. ثم بعد كتدخل هاد الارقام اللي عندك ناف، ومن بعد ما كتدخلهم في البلاصه هذه كتدخلهم كيما هما عندك، ثم تضغط على البحث، ومن بعد غتجيك واحد الرساله في البلاصه هذه كما كتشوف معايا. اذا بانت لك الرساله بحال هكا بان الطلب لكم في طور المراجعه بلا ما تحمق راسك، بلا ما تمشي تراسينسس، فهنايا الطلب لك يعني مازال في طور المراجعه. علاش؟ لان مازال ما وصلت النوبه ديالو. كاين بزاف ديال الناس اللي هما مئات ديال الاشخاص اللي هما دفعوا الطلب ديالهم وتا هما عندهم في طور المراجعه، ماشي غنسينا، كاين بزاف بهم. لهذا بلا ما تقلق في المساله هذه. اذا لقيتي عندك النيه في طور المراجعه فهذا يعني ان الطلب ديالك مازال يعني كيعملوا له كونترول او مازال ما جا الضوء ديالو. هذا بالنسبه للطريقه الاولى. اما الطريقه الثانيه اللي هي ديجا شرحتها في احد الفيديوهات، الجزء 21 اللي هي بعنوان اجي تعرف علاش ما وصلكش رقم التسجيل الخاص بك من خلال هذه الرساله هذه، علاش ما جاتكش في الهاتف ديالك. لهذا اذا بغيت تتواصل اكثر بامكانك مشاهده الفيديو هذا بشكل كامل، شرحت فيه مجموعه من الخطوات تمكنك من الحصول على الرقم التسجيل ديال لاسيسيس اللي كيثبت على انك مسجل او تم تسجيلكم في امون تضامن للاشخاص غير قادرين على تحمل الواجبات الاشتراك تحت رقم التسجيل الخاص بكم. كما كتشوف معايا هذه الرساله اللي كتجيك في الهاتف ديالك لانك تم قبولك على التسجيل في نظام التغطيه الصحيه الاجباريه امون تضامن. فاذا ما جاتش هذه الرساله هذه او تعطل عليك الملف في طور المراجعه او ما عرفتش كيفاش تعمل، حاول تشوف هذا الفيديو اللي هي الحلقه 21. فيديو مهم بزاف فيه شرح مجموعه من الخطوات تمكنك من حصولك على رقم التسجيل الخاص بكم. هذه بالنسبه للطريقه الثانيه. اما بالنسبه للطريقه الثالثه اللي هي عبر وكاله ديال لاسينيسيس ديال الضمان الاجتماعي، خاصك تمشي للوكاله باش تسوي على راسك. علاش؟ الملف ديالك تعطل عليك بزاف. اذا شفتي ملف انا وصل لي شهر ونص في طور المراجعه فمن الاحسن تمشي للوكاله ديال لاسينيسيس باش تحاول تحرى على المشكل ديالك، باش تعرف علاش هذا الملف ديالك تعطل هذه المده كامله. فهذا بالنسبه للفئه الاولى اللي كيسولوا على الملف ديالهم تعطل في طور المراجعه، فهذا هو الجواب.
كما قلنا الانسان ما يتقلقش بزاف. اما اذا تعطل لك بزاف الملف بصراحه شهر ونص، فانا كنصحك تمشي وكندير رصيص باش تحاول تعرف علاش ديك الملف ديالك تعطل لك بزاف. دابا ندوزو الفئه الثانيه والاخيره اللي هما الملف ديالهم ترفض. علاش الملف ديالك ترفض؟ كما قلت في عده فيديوهات ونصحت ياما نصحت الناس وياما قلت لهم ردوا بالكم قبل ما تجرب امر تضامن خصك تشوف هذاك المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الخاص بك علاش طالع بزاف. فاذا ترفض الملف ديالك في طور المراجعه فضروري خصك تمشي تشوف المؤشر ديالك علاش عندك طالع. فالناس اللي عندهم المؤشر ديالهم طالع غالبا ما كترفضوا الملف ديالهم في طور المراجعه غالبا بدون نقاش. دابا حاليا اغلب الناس ترفضوا الملف ديالهم في طور المراجعه. علاش؟ عندهم مؤشر وصل 9.90 يعني طالع ماشي طالع وصافي، يعني العتبه خصكم فيها 9.32 وانت عندك الملف طالع بزاف. علاش؟ خصك تحاول تعمل تحليل المعطيات الخاصه بك وتحاول تحيد المعطيات الخاصه بك. حاول تدابز مع داك المؤشر باش ينزل. خصك تشوف المعطيات اللي عندك في السيد الاجتماعي الموحد اللي كنت تعمرت فيه، خصائص السكن، ممتلكات الاسره، نفقات الكهرباء، نفقات المياه، نفقات الغاز، نفقات الهاتف ووش الى اخره. بس تحاول تصحح المعلومات ديالك في هذا المكان هذا، غالبا ما غيكون عندك مشكل في الموضوع هذا. حاول تشوف علاش هذاك المؤشر علاش طلع. انا سبق لي عملت تحليل المعطيات الخاصه بي في السيد الاجتماعي الموحد عبر هذه القناه اللي كتشوف معها في الشاشه في المكان هذا. علاش انا عندي واحد المشكل في الدار، الدش ما عنديش، عندي الطوايط عاديه وانا عملتهم انا عندي الدش درت منعل وهذا خلى لي مؤشر يطلع. ملي عملت لا مؤشر هود حيت انا ما عنديش الدش في الدار، عندي الطوايط عاديه وهذا خلى لي مؤشر يطلع. شوف على مشكل عملت انا راسي والحمد لله. عملت تحليل المعطيات الخاصه بي، جيت البلاصه هذه اللي كتشوف معها في الشاشه ثم عملت لا. في خلال يومين 3 ايام لاحظت بان المؤشر هود. كاين شي حوايج عندك هنايا بساطين. اذا عملتي تحليل المعطيات الخاصه بك في البلاصه هذه غتحاول تاكد غير المعلومات ديالك هنا في البلاصه، وتحاول تاكد المعطيات الخاصه بك في ممتلكات الاسره، في نفقات الكهرباء، نفقات المياه، في نفقات الهاتف، وعديد من الاشياء اللي كاينه هنايا اللي كتخلي لك المؤشر ينزل. وشرحت بزاف ديال الفيديوهات اللي غتلقاو عندي في صندوق الوصف نشرح فيه كيفيه تحليل المعطيات الخاصه بك من اجل الحصول على مؤشر منخفض. في الفيديو هذا كتشوف معايا، فانا كنصح اي واحد يشوف هذا الفيديو هذا اللي هو كيفيه حل مشكله ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي في السجل الاجتماعي الموحد. فيديو شرح فيه مجموعه من الخطوات يمكنك من الحصول على مؤشر منخفض. فانا كنصحك تشوف الفيديو كامل باش تعرف السبب اللي خلى داك المؤشر علاش طالع. غتلقاو سوا عندي في صندوق الوصف، المهم غتلقاو فيديوهات كامله عن صندوق الوصف بامكانكم تطلع عليها باش تعرف علاش هذا المؤشر طلع بزاف، علاش ترفض الطلب ديالك في طور المراجعه. فغالبا كيكون مؤشر عندك طالع. فانا كنصح اي واحد تيجي في السيت الاجتماعي موحد لقى عنده مؤشر ديال طالع بغى يعرف كيفاش يهبط لك المؤشر يشوف هذا الفيديو هذا. والطريقه باش تشوف المؤشر في غتشوفوا بطبيعه الحال خصك يكون عندك انشاء حساب. كيفاش انشاء حساب انا ديجا سكنت فيها في احد الفيديوهات اللي غتلقاو عندي في صندوق الوصف، كنشرح فيه كيفاش انك تعمل انشاء حساب من اجل باش تطلع على المؤشر ديالك باش تعرف كيفاش تهبط هذا المؤشر. فدرت تحليل المعطيات الخاصه بك قبل ما تمشي لامر تضامن. هذه اكبر غلطه عملوها بزاف ديال الاسر، وشرحتها بزاف ديال الفيديوهات كنقول لهم ما تمشيوش لامر تضامن، تشوفوا المؤشر ديالكم ما تجربوش. دابز مع المؤشر خليه ينزل باي طريقه قانونيه. درت تحليل المعطيات الخاصه بك المره الاولى والمره الثانيه ودرت شكايه باش تخلي ديك المؤشر ينزل. ملي غنزل ديك المؤشر ديك الساعه ننطلق مباشره الى امر تضامن. فهذا بالنسبه للناس الفئه الثانيه اللي كيسولوا على الطلب ديالهم علاش ترفض. فهذا هو الفيديو اللي بغيت نوضح فيه جوج الفئات اللي هما الفئه الاولى اللي هما الطلب ديالهم متعطل عليهم بزاف. فانا كنقول لهم ما تقلقوش في المساله هذه، فان شاء الله قريب غادي يحاولوا يرسلكم رساله عبر اس ام اس اللي كتشوف معنا في الشاشه اللي كتثبت على انكم تم قبولكم في نظام التغطيه الصحي الاجباري امر تضامن. وكذلك الفئه الثانيه اللي هما ترفضوا الطلب ديالهم، فانا كنصحهم يديروا تحليل المعطيات الخاصه بهم باش يحصلوا على مؤشر منخفض. وفي الختام كنتمنى اي واحد يشوف الفيديو يحاول يبارطاجيه مع كل الناس او كل العائلات او كل اسره باش يحاولوا يعرفوا علاش الملف ديالهم تعطل عليهم في طور المراجعه او علاش الملف ديالهم ترفض لهم. هذا هو السبب اللي خلى ذاك الملف يتعطل، او هذا هو السبب اللي خلى ذاك الملف يترفض من خلال هذا الفيديو اللي شرحت فيه الان. فكنتمنى كل واحد يشوف الفيديو الا تبخلوا علينا بزاف والاعجاب والاشتراك في القناه لكيصلكم ان شاء الله كل جديد. وكذلك ما تنساوش ديروا المتابعه عبر صفحتنا الفيسبوك من تنشر فيها كل الفيديوهات حول السلسله هذه اللي كتشوفوا معايا الان. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.